بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حيث دوري النخبة العراقي لكرة اليد واحدة من المباريات المهمة لفريق ديالة اللي يضيف من خلال هذا اللقاء فريق بلدية البصرة. مباراة أكيد أصحاب الأرض طموحات تحقيق نقاط هذا اللقاء، وبالتالي ممكن التقدم في سلم الترتيب مع أندية الشرطة، الجيش اللي يحتل المركز الخامس طبعا لحد الآن. الحشد هو متصدر الدوري، والكرخ يليه بمركز الوصافة بفارق الانتصار لفريق الحشد على نادي الكرخ، وأيضا الشرطة بالمركز الثالث ويليه نادي الجيش رابعا في جدول الترتيب، وديالة بالمركز الخامس. في حال تحقيق الفوز لفريق ديالة يقفز إلى المركز الرابع بدلا من الشرطة مؤقتا من خلال هذه المباراة. مباراة ننتظر البداية والصافرة من الطاقم التحكيمي اللي يقود هذا اللقاء، حكم حمزة علي وحسن مهدي من النجف في قيادة هذه المباراة. ديالة بزيه المعتاد البرتقالي الموشح بالأبيض يلعب من اليسار لليمين، بينما بلدية البصرة يلعب بالزي الأحمر من اليمين لليسار. إذا ننتظر الإعلان عن البداية لهذا اللقاء، دوري النخبة العراقي والجولة الثانية من المرحلة الثانية. يعني انقضت الجولة والمرحلة الأولى وانتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهذه الجولة الثانية من المرحلة الثانية وأولى اللقاءات على مستوى هذا الدور هو اللي تجمع فريقي نادي ديالة بضيفه فريق بلدية البصرة. إذن على بركة الله الطاقم التحكيمي يعلن عن البداية لهذا اللقاء ما بين بلدية البصرة وديالة لحساب الجولة الثانية للمرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي. ديالة فارس بن محي اللاعب التونسي يمتلك 2 من اللاعبين من تونس في صفوف فريق نادي ديالة خلال هذا الموسم، لذلك يعول كثيرا على الأسماء واللاعبين المحترفين مع فريق بلدية البصرة، الفريق اللي يحتل المركز الثالث عشر. هنا محاولة لديالة وأول الأهداف لمصلحة فريق ديالة. ديالة يبدأ المباراة ويسجل أول أهداف المباراة في مرمى بلدية البصرة. محاولة بلدية البصرة، هذا محمد باقر، عملية التمرير ما بين لاعبي فريق بلدية البصرة. هنا على الجانب الأيسر اللاعب محمد طلعت، محاولة تبقى قائم ضير أقرب لمحمد باقر، يحاول لكن هناك خطأ، ورمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. تنفذ رمية 9 أمتار. محاولة مرتضى عمران يحاول التعديل لكن تدخل ممتاز من حارس المرمى كاظم أحمد. عملية الارتداد الآن ممكن، ويسجل مصطفى بكري، وخطأ ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار بالسلامة لمصطفى بكري. اسماء مهمة موجودة مع تشكيل فريق نادي ديالة. حيدر غازي هو المدرب لفريق ديالة، طموحاته كبيرة، المنافسة على اللقب خلال هذا الموسم، لكن الكرخ والحشد والصراع على اللقب لموسم 24-25 من أجل الفوز واللقب. الكرخ من أجل الحفاظ على اللقب، بينما الحشد من خلال تواجده في السنوات الأخيرة، يعني 3 سنوات الأخيرة لفريق الحشد موجود في الدوري وكان دائما منافس شرس، لكن هذا الموسم طموحاته تكبر فريق الحشد من أجل الحصول على لقب الدوري العراقي للنخبة. وإن شاء الله بالسلامة لمصطفى بكري، إن شاء الله ما تكون إصابة بالغة، لذلك ما نتمنى الإصابات لجميع اللاعبين. سلامات سلامات يا رب تكون إصابة طفيفة ما تكون مؤثرة للاعب فريق ديالة مصطفى بكري. إذا رمية 7 أمتار فارس بن محي اللاعب التونسي. اعتقد راح يغير المدرب حيدر غازي.
مدرب فريق ديالى على مستوى التشكيل. إذا الرمية 7 أمتار. فارس بن محي، هل يضاعف النتيجة لديالى أم سيكون رأي لمحمد قاسم؟ هنا هدف آخر لفريق ديالى، هدف ثاني لفريق ديالى. 2 ديالى لا شيء بلدية البصرة في أولى مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدور النخبة العراقي لكرة اليد. مركز 13، مركز متأخر في جدول الترتيب بالنسبة لفريق بلدية البصرة. كرة تبعد إلى الخارج لمصلحة فريق بلدية البصرة، يحاول الوصول والتسجيل، تستمر المحاولة لكن تغطية من لاعبي فريق ديالى وعملية تحضير وهدف ثالث. هدف ثالث فارس بن محي يسجل ثالث الأهداف لصالح أهداف لديالى، لا شيء لبلدية البصرة. المتوقع أن النتيجة راح تكون كبيرة لفريق ديالى على حساب بلدية البصرة، لكن قد نشهد ردة فعل لفريق بلدية البصرة، لكن أعتقد ما راح تكون حاضرة. عملية تحضير في المنتصف، عباس حسين، هنا تسجيل لفريق بلدية البصرة ويقلص الفارق. 3-1 النتيجة الآن، هدف لبلدية البصرة. وهنا المحاولة، ممكن هدف رابع وعملية اللف والدوران، لكن طالت إلى الخارج. حيدر جبار حاول أن يسجل بطريقة فنية لكن ضاعت على حيدر جبار. ترتد لبلدية البصرة، هنا خطأ. جاسم حيدر، عباس حسين، جاسم محاولة، عباس حسين من جديد. بلدية البصرة الآن بدأ يتحرك على مرمى فريق ديالى، يحاول أن يقلص النتيجة. ديالى محاولة المرور، تصويب على المرمى وهدف ثاني. حلوة، هدف ثاني عن طريق عباس حسين، تصويبة قوية من عباس، يسجل هدف ثاني لبلدية البصرة. 3-2 النتيجة، 3-2 أصبحت النتيجة. هنا ديالى محاولة تحضير وتدوير كرة ما بين لاعبي فريق ديالى. بكري، عملية التغيير بن محي اللاعب التونسي، محاولة التحضير مروان بن كمال التونسي الآخر، تمريرة خاطئة مرت إلى خارج الملعب. رمية 9 أمتار، هنا بن كمال يحاول مروان تونسي الدخول والقرار يأتي رمية 7 أمتار لصالح فريق نادي ديالى. رمية 7 أمتار لصالح ديالى. هنا فارس بن محي اللاعب التونسي، فارس تصويبه وتصدي لحارس المرمى. حلوة، حارس ديالى ينقذ مرماه من هدف رابع لفريق ديالى. مخرجنا بعيد عن الكرة وإلى خارج أرضية الملعب من أمام. مؤمن رؤوف، عائدة إلى محمد باقر. تبقى النتيجة 3 ديالى 2 لبلدية البصرة. خطأ لصالح البلدية، يحاول أن يعدل النتيجة. مؤمن رؤوف، شاهد القرار، ابعاد لكمال. مروان بن كمال اللاعب التونسي، ايقاف لمده 2 لكمال. مروان بن كمال اللاعب التونسي، ايقاف لمده 2. وهنا التصويب على المرمى وتصدي ممتاز لكاظم احمد حارس المرمى لفريق ديالى. تصدي ممتاز لحارس ديالى. ديالى يقوم بالهجوم المرتد الان على مرمى فريق بلدية البصرة. هنا سحب واضح ورمية 9 أمتار. قريب حكم المباراة، رمية 9 أمتار.
تبقى المحاولة لي ديالة. عملية تحضير في المنتصف، هناك التغيير وخطفها، لكن بعد ذلك أشار حكم المباراة لوجود خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق ديالة. يحاول ديالة هنا عملية تصويب لكن تضيع ويغيب التسجيل عن لاعبي ديالة، لكن سنحت الفرص لفريق بلدية البصرة، استطاع تقليص الفارق إلى هدفين، إلى هدف، النتيجة 3-2. هنا المحاولة خطفها، المحاولة ممكن الآن هدف رابع. الله على بن محي فارس، رابع الأهداف. فارس بن محي التونسي ثاني أهدافه ورابع أهداف دياله. محاولة لبلدية البصرة عملية الدخول، هناك خطأ ورمية 9 أمتار لصالح البلدية، تنفذ بشكل سريع. حكم المباراة يعيد خطأ لمصلحة فريق بلدية البصرة. محاولة التصويب وهدف ثالث، هدف ثالث لبلدية البصرة. جاسم حيدر يضع هدف ثالث لبلدية البصرة. هدف ثالث لبلدية البصرة. 4-3 النتيجة. فارس بن محي تعود من جديد. مروان بن كمال، فارس بن محي، تونسيان الموجودان مع ديالة خلال هذا الموسم. بن كمال عملية تمرير ممتازة لكن بعيدة، مرت إلى خارج الملعب. خارج الملعب ممكن يستغلها بلدية البصرة. والفاست بريك، محاولة الوصول إلى هدف تعادل، عملية تحضير من الجانب الأيسر وهدف التعادل. ينجح فريق بلدية البصرة لمعادلة النتيجة. 4-4 النتيجة الآن. 4-4 النتيجة الآن. عاد فريق بلدية البصرة وعدل. فارس بن محي، محاولة الدخول. بن كمال، أخطاء بدأ يرتكبها لاعبي فريق ديالة، وبلدية البصرة ضاعت على بلدية البصرة، ضاعت على مؤمل رؤوف. كان ممكن يقلب الطاولة على ديالة فريق بلدية البصرة ويسجل 5 الأهداف. هنا عملية الدخول والخطأ لصالح ديالة. فارس بن محي ينفذ الخطأ. مروان بن كمال هناك على الطرف الأيسر، محاولة التصويب وهدف خامس، هدف خامس لصالح ديالة. 5 ديالة، 4 بلدية البصرة. خمسة 4 النتيجة. كرة تعود لمصلحة بلدية البصرة. عملية تدوير، تستمر محاولة بلدية البصرة، يحاول أن يعدل النتيجة. عاد من بعيد، تأخر ب3 أهداف، بعد ذلك عدل النتيجة، وصلت النتيجة إلى 4-4، ومن ثم ديالة استطاع التسجيل بهدف خامس. 5-4 النتيجة. محاولة التحضير عن طريق المنتصف لمصلحة فريق بلدية البصرة. عباس حسين، هجوم مرتد، الفاست بريك، ممكن ديالة مضاعفة النتيجة، لكن هناك القائم يقف حائل امام محاولة اللاعب مروان بن كمال. تصويب قوي كان من مروان بن كمال.
لكن العارضة تتكفل بإنقاذ مرمى بلدية البصرة من هدف لفريق ديالى على حساب بلدية البصرة. هنا عملية تغيير ما بين لاعبي مرتضى عمران هذا جاسم حيدر يعود إلى المباراة. جاسم حيدر أقرب لعباس حسين. عملية تغيير ما بين لاعبي فريق بلدية البصرة. يحاول فريق بلدية البصرة محمد طلعت. هناك خطأ. عملية الفاست بريك وهدف سادس. هدف سادس عن طريق محمد صاحب، واحد من الأسماء الخبرة مع ديالى. محمد صاحب يسجل هدف سادس لمصلحة فريق ديالى. 4 لبلدية البصرة، 6-4 النتيجة. جاسم حيدر. جاز عملية التدوير للمنتصف. عباس حسين لاعب الدائرة. عملية الهجوم عن طريق محمد باقر. خطأ لمصلحة فريق بلدية البصرة. محمد باقر حصل على خطأ، ينفذ الخطأ. عملية تحضير تمرير هناك على الجهة اليمنى، وتصويبة قوية حلوة كانت من محمد باقر، وتصدي أحلى كان من كاظم أحمد حارس المرمى لفريق ديالى. عملية الهجوم الآن ديالى مضاعفة للنتيجة، وهناك خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق ديالى. خطأ ورمية 9 أمتار لفريق ديالى. خطأ لصالح ديالى. عملية الهجوم الآن لصالح بلدية البصرة. هناك خطأ. لصالح بلدية البصرة ينفذ الخطأ. المحاولة تستمر. عملية الهجوم ممكن والتصويب ممكن، لكن الضيع على فريق بلدية البصرة. ممكن يستغل فريق ديالى وهدف سابع. عادت الماكينة التهديفية للاعبي فريق ديالى، وأيضا محمد صاحب. محمد صاحب 7-4 النتيجة. 7 أهداف للديالى مقابل 4. هناك بطاقة صفراء مع توجيهات المدرب كنعان عدنان. كنعان عدنان مدرب فريق بلدية البصرة. مخلص عبد الستار أيضا من المدربين المميزين في دورينا. هنا خطأ ورمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. رمية 9 أمتار لمصلحة فريق بلدية البصرة. هو استطاع أن يجاري ديالى في بداية المباراة، لكن بعد التعادل 4-4 سجل ديالى 3 أهداف، ويحاول أن ينهي المباراة لصالح فريق ديالى. محاولة الهجوم لكن ضائعة من قبل لاعبي فريق بلدية البصرة. وديالى تمريرة بعيدة تماما عن حيدر جبار. بعيدة تماما عن حيدر جبار. تبقي ذات النتيجة 7-4. عباس حسين للوسط مؤمل رؤوف. عملية التدوير ما بين لاعبي فريق بلدية البصرة. جاسم حيدر ممكن الآن بلدية البصرة عملية الدخول محمد باقر، لكن يخسرها محمد باقر مع وجود خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق بلدية البصرة.
رمية 9 أمتار لبلدية البصر. تنفذ محاولة، محمد حاول التصويب وتصدي أكثر من رائع. حلوة حلوة لحارس المرمى، حلوة لأحمد كاظم، حلوة لأحمد كاظم. رغم وجود حارس خبرة، حارس مميز منير قاسم، لكن تألق لحارس المرمى أحمد كاظم أمام محاولات بلدية البصر. كرة لديالة، مروان بن كمال يعيدها، فارس بن محي لمواطنه مروان بن كمال، محاولة المرور لفريق ديالة وبذكاء. الله الله الله، حلو. هدف ثامن لفريق ديالة، هدف ثامن لصالح ديالة، هدف ثامن لصالح ديالة. عباس حسين، محمد باقر، 8-4 النتيجة. تعود من جديد لبلدية البصرة. أغلب اللاعبين من الشباب، لديهم لاعبين مع منتخبنا للناشئين، أسماء شبابية ممتازة مع فريق بلدية البصرة، لكن يحتاج هذا الفريق إلى الخبرة ليقف أمام الفرق الكبيرة. وهنا هدف، لكن الحارس أيضا لا زال متألق لفريق ديالة، حارس أحمد كاظم، ومنع محاولات بلدية البصرة. عملية الهجوم، ممكن تاسع، ممكن تاسع بن كمال، لكن خاطئة تمريرة بن كمال. بن كمال تمريرته خاطئة، لاعب خبرة لفريق ديالة، اللاعب التونسي. وهنا هدف، لكن الحارس، الله على الحارس، الله على الحارس أحمد كاظم، ممتاز الحارس لفريق ديالة، ممتاز الحارس لفريق ديالة. إذن حيدر يغادر. محاولة مروان، عملية الفاست بريك. الآن بلدية البصرة، وهذه المرة ينجح في التسجيل جاسم حيدر، جاسم حيدر، هدف خامس لبلدية البصرة. 8-5. يا من تتابع وتشاهد قناة الرياضية العراقية أو قنوات شبكة الإعلام العراقي، مباراة لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. محاولة المرور، مروان بن كمال يحاول أن يسجل، هناك خطأ، ورمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار. محاولة التمرير، بلدية البصر، محمد باقر يعيد للخلف، ممكن الدخول على المرمى، محمد يسدد، لكن الحارس لا زال ممتاز، حارس المرمى لصالح نادي ديالة. وعملية الإنقاذ، هنا الهجوم، عملية التمرير، تستمر المحاولة، عائدة لعلي طارق، علي طارق يعيدها لفارس بن محي، لعلي طارق يحاول أن يصوب، لكن هناك خطأ، ورمية 9 أمتار لصالح ديالة. مدينة البرتقال أمام أبناء الفيحاء، ديالة أمام بلدية البصرة، فريقين يمثلون البصرة، نفط البصرة وبلدية البصرة. وهنا هدف تاسع لفريق ديالة، فريقان في دوري النخبة لكرة اليد، البلدية والنفط. فريقين تابعين لمؤسسات بلدية البصرة وأيضا نفط البصرة. هجوم الآن لصالح بلدية البصرة، 9-5 النتيجة، الفارق 4 أهداف. وأقرب لي علي أو عباس حسين، عباس يحاول التصويب على المرمى، وهناك خطأ لصالح بلدية البصرة، خطأ لصالح بلدية البصرة. ينفذ الخطأ، أقرب لي محمد باقر، محمد باقر
خطأ لصالح بلدية البصرة. رمية 9 أمتار لبلدية البصرة، توقف عند الخمسة أهداف. هنا عملية تمرير ممتازة وتصويب أكثر من رائع، وهدف سادس لفريق بلدية البصرة. هدف سادس، لكن سرعان ما ديال الآن يعود ويسجل هدف 10. 10-6. 11-5 عذرا، النتيجة 11-5. من بلدية البصرة يسجل، يعود فريق ديالا ويسجل هو الآخر، تصبح النتيجة 11 هدف مقابل 5 لبلدية البصرة. المحاولة تستمر، أقرب لي محمد باقر، يحاول الدخول محمد إلى جاسم حيدر، حاول تدوير الكرة لاعبي فريق بلدية البصرة وعملية دخول بشكل ممتاز، وهدف سادس. هدف سادس لبلدية البصرة، هدف جميل، هدف سادس لفريق بلدية البصرة. 11-6 النتيجة الآن. فارس بن محي، مروان بن كمال، هناك جهة اليسار لفريق ديالة، فارس بن محي، مروان بن كمال، ممكن مضاعفة النتيجة. هنا عملية الدخول والتصويب والقائم الأيسر، لكن قبل ذلك هناك خطأ لصالح نادي ديالة. إذا الرمية 7 أمتار، ديالة عبد اللطيف حاتم ممكن يضع هدف جديد لفريق ديالة، وبالفعل ينجح عبد اللطيف حاتم. الهدف الثاني عشر لفريق ديالة مع 6 لديالة على حساب بلدية البصرة. نجوم الآن لبلدية البصرة، عملية تدوير، جاسم حيدر يعيدها إلى عباس حسين، عباس هناك إلى مرتضى عمران، يحاول فريق بلدية البصرة مرتضى عمران، لكن تمريرته خاطئة يفقدها لاعبي فريق بلدية البصرة. ولاحظ الفاست بريك والكرة الطولية لديالة، وقرار من طاقم التحكيم إيقاف اللعب. يبدو الاعتراض يا مخلص عبد الستار، لاحظ يعاتب مؤمل رؤوف. مخرجنا ممكن تعطينا اللقطة؟ مخرج المباراة في وادي والكرة في وادي. إذا سجل فريق ديالة الهدف الثالث عشر. ثلاثة 6. بلدية البصرة يتلقى الهدف الثالث عشر، وكان عنده الفرصة أنه هو من الممكن أن يتقدم على ديالة قبل النتيجة أن تصبح 5-4 لفريق ديالة، لكن أضاع محمد رؤوف الفرصة، وبعد ذلك توالت الأهداف لفريق ديالة في مرمى بلدية البصرة. هنا عملية الدفع، رمية 9 أمتار، عملية الهجوم الآن. بلدية البصرة يحاول على المرمى، جاسم حيدر، جاسم تدوير، تمرير، تصويب بعيدة عن المرمى إلى الخارج.
بعيدة عن المرمى إلى الخارج، وهنا كرة طولية إلى المرمى بالمباشر من الحارس للمرمى مباشرة. هدف لفريق ديالى. الآن يضاعف النتيجة إلى 8 أهداف. 8 أهداف، 14-6 تصبح النتيجة. بلدية البصر عملية الهجوم، هناك سحب، تعود من جديد لفريق بلدية البصرة. جاسم حيدر دخول ويسجل جاسم حيدر هدف إذن لفريق بلدية البصرة. 14-7. 14-7. هدف لبلدية البصرة. تبقى المحاولة لصالح فريق ديالى. عملية دخول فارس بالمحي، تمريرة، تسجيل، وهنا هدف لفريق ديالى. 15-7. تصبح النتيجة الآن لمصلحة فريق ديالى. نتيجة أعتقد متوقع أنه هذا السيناريو يحدث في هذه المباراة، بأن ديالى هو راح يكون الأقرب لتحقيق الفوز على بلدية البصرة للفوارق الموجودة ما بين فريق ديالى وبلدية البصرة. وهنا هدف 16-7 من المرمى للمرمى للمرة الثانية. فريق ديالى يسجل في مرمى بلدية البصرة. إذن هدف 16 لديالى. هنا الكادر التدريبي لبلدية البصرة يطلب التايم اوت. مخلص عبد الستار. أقل من 4 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول لهذا اللقاء ما بين ديالى وبلدية البصرة لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي. ويستمر صراع الصدارة ما بين أندية الحشد ونادي الكرخ. من أجل الحفاظ على اللقب. الحشد يبحث عن لقب أول، الشرطة صاحب ألقاب، الجيش صاحب ألقاب، ديالى، نفط البصرة، كربلاء سابعا، فتوة بالثامن، والسليمانية مركز تاسع، الكوفة بالمركز العاشر، القاسم بالمركز الحادي عشر، والمسيب بالمركز الثاني عشر، بلدية البصرة 13، ذي قار بالمركز 14، وآخر من يقف في المركز الأخير هو فريق الناصرية. فريقين يمثلون الناصرية، ذي قار والناصرية، فريقين من البصرة، بلدية البصرة ونفط البصرة. هنا المحاول لفريق بلدية البصرة، تعود من جديد عن طريق الجانب الأيمن، تستمر لمصلحة فريق بلدية البصرة. هنا الدخول محمد قاسم ومحمد باقر، ضاعت على محمد باقر، وأيضا ضاعت على فريق ديالى. عملية الفاست بريك الآن، ممكن بلدية البصرة هجمة هنا وهجمة هناك، والتسجيل يغيب. لاحظ حضور جماهيري
مؤازر لفريق ديالى من خلال هذا اللقاء. رمية 7 أمتار لبلدية البصرة، ورمية 9 أمتار احتسبها حكم المباراة. رمية 9 أمتار. عادت بلدية البصرة، ممكن عباس حسين. عباس حاول التصويب، إيجاد المساحة. هنا عملية المرور لكن يخسرها لاعبي فريق بلدية البصرة. هنا الفاست بريك، هنا هدف قد يكون قريب من لاعبي فريق ديالى. مرت إلى الخارج. تصبح المحاولة لمصلحة فريق ديالى. هذا عبد زيد، رائد عبد زيد لاعب الدائرة لفريق ديالى، يمرر إلى عبد اللطيف حاتم، لعبد زيد. عبد اللطيف حاتم ديالى يحاول أن يصل يسجل، أقرب لحسن صلاح. هنا التصويب على المرمى وهدف. حلوة تصويبة اللاعب رائد عبد زيد. هدف 17 لفريق ديالى. محاولة الوصول الآن لبلدية البصرة. حاول يسرع اللعب لاعبي فريق بلدية البصرة في هذه الأثناء. عملية المرور ممكن تصويب. لاحظ الأخطاء في عملية التمرير يستغلها لاعبي فريق ديالى. وهنا عبد اللطيف يسجل الهدف 18. عبد اللطيف حاتم. 18-7 على بعد دقيقة و20 ثانية على نهاية الشوط الأول. منطقة 7 النتيجة. وصل الفارق إلى 11 هدف. محاولة، لاحظ الأخطاء، أي أخطاء يرتكبها لاعبي فريق بلدية البصرة ستكون نتيجة كبيرة على حساب بلدية البصرة إذا ما استمرت هذه الأخطاء. أخطاء فردية من قبل لاعبي بلدية البصرة خاصة في الجانب الهجومي. أخطاء في الجانب الهجومي وفقدان الكرة يستغل لاعبي فريق ديالى، وبالتالي تعود لديالى ويسجل أهداف. إذا 19-7 النتيجة. هنا عملية تصويب وهدف ثامن. هدف ثامن لفريق بلدية البصرة. 19-8. نصف دقيقة متبقية أو أقل من نصف دقيقة على نهاية الشوط الأول. هل يستغل هذه الثواني فريق ديالى ويصل إلى الهدف 20؟ عملية الدخول والتصويب لكن هناك خطأ ورمية 9 أمتار لصالح ديالى. تنفذ بشكل سريع. هنا التصويب على المرمى لكن القائم الأيسر وتضيع محاولة ديالى، ومعها تأتي صافرة الطاقم التحكيمي لتعلن عن نهاية الشوط الأول للقاء ديالى وبلدية البصرة بتقدم فريق ديالى ب 19 هدف مقابل 8 أهداف لبلدية البصرة. أحبة استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم لتكملة وقائع الشوط الثاني لهذا اللقاء.
عودة من جديد أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي ومجريات الشوط الثاني للقاء ديالى وبلدية البصرة. من خلال الشوط الأول تركناه ينتهي لصالح ديالى ب 19 هدف مقابل 8 أهداف لبلدية البصرة، اللي بدأ يلعب من اليسار اليمين بألوانه الحمراء الكاملة، وفريق ديالى بالزي البرتقالي من اليمين لليسار. والانطلاقة مع بلدية البصرة اللي حاول جاهدا في بداية المباراة. هنا محاولة لبلدية البصرة لكن الخطأ يحتسب للبلدية، رمية 9 أمتار. يحاول محمد باقر التصويب، خطأ آخر لمصلحة بلدية البصرة. دفاع جيد أصبح الآن لفريق ديالى أمام محاولات البلدية، وهنا هدف في مرمى الحارس كاظم أحمد حارس المرمى. وهنا الرد يأتي ويسجل الهدف 20 فريق ديالى 20-9. سرعان ما يعود فريق ديالى ويسجل هدف هو 20 لديالى مقابل 9 أهداف لفريق بلدية البصرة. هنا تمرير بلدية البصرة، أقرب لمحمد باقر، يعيدها لمؤمل رؤوف. عملية الدخول من جاسم حيدر وخطأ للبلدية. جاسم حيدر، الطول على جاسم، ترتد الآن لفريق ديالى، يحاول استغلال هذه الكرة المرتدة لكن أيضا يخسرها لاعبي فريق ديالى. تعود من جديد لبلدية البصرة، يحاول لاعب عباس حسين خطأ إذن. حلوة، دخول ممتاز من مؤمل رؤوف ويضع هدف 20-10. هدف 10 لبلدية البصرة. محاولة التمرير محمد محمود، جديد محمد محمود، عيدها إلى فارس بن محي. هناك على الطرف الأيمن أقرب لرائد عبد الزيد، رائد للوسط، علي عبد المنعم، تستمر فارس بن محي. محاولة التصويب على المرمى لكن تصدي ممتاز لحارس المرمى محمد قاسم، حارس المرمى لفريق بلدية البصرة. مرتضى عمران مدرب بلدية البصرة، مخلص عبد الستار. والتغييرات اللي يعمل على تدوير اللاعبين بإشراك أكثر عدد ممكن. إذا رمية إدخال لمصلحة فريق بلدية البصرة، أقرب لعباس حسين في محاولة للتصويب وتدخل مع وجود رمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. شكر موصول لزميل العزيز طبعا حسام عبد الرضا، اللي رجل المتعاون طبعا من المكتب الإعلامي لاتحاد كرة الطائرة، عذرا كرة اليد. وهنا هدف لمصلحة فريق بلدية البصرة، حسام عبد الرضا اللي دائما يكون متعاون خصوصا معنا في جانب التعليق. فارس بن محي، الهدف الثاني عشر لبلدية البصرة. عملية تدوير فارس بن محي، هنا تصويب على المرمى لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. تعود لمصلحة فريق بلدية البصرة. هدف 11، هنا 12 ممكن، وبالفعل ينجح فريق بلدية البصرة. الهدف 12 لبلدية البصرة. 20-12 يقلص الفارق إلى 8 أهداف. فريق بلدية البصرة
فارس بن محي. محمد محمود فارس من جديد لاعب الدائرة لفريق ديالى. محمد محمود يحاول الدخول، فارس بن محي حاول التمرير لكن اخطاء، وهناك خطأ ورمية 9 أمتار. خطأ ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق ديالى. رمية 9 أمتار لديالى. فارس بن محي يحاول الدخول على المرمى، وعبد زيد يسجل لفريق ديالى. رائد عبد زيد يسجل لفريق ديالى. 21-12. هنا محاولة لبلدية البصرة تستمر، وهنا هدف لكن حلوة لحارس المرمى كاظم أحمد يتصدى والفاست بريك، وهدف جديد لفريق ديالى. لاحظ فرحة جماهير ديالى. 22-12. 22-12 فريق ديالى يوسع الفارق. تعود لصالح بلدية البصرة عملية التحضير، تصويب، وهنا التدخل من قبل لاعبي فريق ديالى لمحاولة بلدية البصرة، وهنا هدف جديد لفريق ديالى. حسن صلاح يسجل لفريق ديالى. 23-12. محاولة الدخول بلدية البصرة. الشوط الثاني أسرع، الشوط الثاني السرعة كانت حاضرة من جانب الفريقين. وهنا تصويب لكن القائم الأيسر يقف حائل أمام محاولة فريق بلدية البصرة للوصول إلى هدف 13. هنا المحاولة، هنا الدخول ديالى. بدأ الفريقين تسريع اللعب من خلال الشوط الثاني، لذلك شاهدنا الأهداف تأتي مباشرة. مرة شاهد فريق بلدية البصرة هو من يسجل، ومرة فريق ديالى هو من يسجل. ديالى سجل 4 أهداف في الشوط الثاني، وأيضا بلدية البصرة سجل 4 أهداف أو 5 أهداف. هنا المحاولة هدف لفريق ديالى. 24-12. عملية الهجوم، تصويب على المرمى، وكاظم أحمد قدم مباراة ممتازة. حارس المرمى لفريق ديالى قدم مباراة ممتازة حارس ديالى. إذا رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار. إبراهيم وحيد حارس البديل، حارس الثالث مع فريق ديالى. هنا التصويب، وحتى الحارس الثالث يتألق. الراسم جيدين ممتازين. حدث عن الحارس منير قاسم الحارس الأساسي، بالإضافة إلى كاظم أحمد والآن الحارس إبراهيم وحيد. 3 حراس جيدين لفريق ديالى. محاولة لديالى. فارس بن محي عملية تدوير، هنا التصويب لكن بعيدة إلى الخارج. هجوم الآن بلدية البصرة. عملية تحضير ممكن داخل الجزاء لكن مرت وعادت لحارس المرمى إبراهيم وحيد. وهدف لديالى. هدف لديالى. 25. الهدف الخامس والعشرون لفريق ديالى. 25-12. 25-12 لفريق ديالى. تعود إذن لفريق ديالى. عملية الدخول لكن بعيدة، تعود لصالح ديالى، وهدف جديد. حسن صلاح. 26. 26-12. لاحظ المدرب مخلص عبد الستار يعاتب لاعبيه
في هذه اللحظات. إذن كان موجود مع فريق مديرية البصرة، مديرية تربية البصرة اللي وصل إلى النهائي وفاز باللقب لبطولة التربيات على مستوى كرة اليد. كان موجود مخلص عبد الستار كمشرف للفريق، استطاع حصد اللقب على حساب تربية الكرف الأولى. إذن هدف جديد لفريق ديالى على حساب بلدية البصرة اللي توقف عن التسجيل. توقف عن التسجيل لاعبي فريق بلدية البصرة عند الهدف ال 12. محاولة التصويب، تدخل ممتاز من حارس المرمى ابراهيم وحيد. عملية الهجوم الآن وهدف. هدف 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 لديالى. الماكينة التهديفية لفريق ديالى في الشوط الثاني تضرب بقوة. 28-12. عاجز فريق بلدية البصرة عن التسجيل. تحضير تمرير في المنتصف. تستمر المحاولة لمصلحة فريق بلدية البصرة. المحاولة للدخول لكن هناك سحب ورمية ال9 أمتار لصالح بلدية البصرة. هنا التصويب وهدف. هدف لفريق بلدية البصرة. 28-13. هجوم الآن، تصويب قوي وهدف. الله، علي عبد المنعم يسجل هدف جميل لفريق ديالى. 29-13. مرتضى عمران اقرب لجاسم حيدر، لاعب الدائره. جاسم حاول يعيدها خلف جاسم، يحاول التصويب لكن دفاع محكم من لاعبي ديالى على لاعبي فريق بلدية البصرة وعدم ترك الفرصه للتسجيل. ومحاوله تستمر. هناك خطا ورميه 9 أمتار. المحاوله تستمر. جاسم حيدر. جاسم إلى مرتضى عمران. لم يستغلها لاعبي فريق بلدية البصرة، ممكن يستغلها لاعبي فريق ديالى. الهدف 30 قريب. محاولة التصويب وفارس. يبدو لي هناك خطأ ورمية 9 أمتار. حيدر غازي مدرب فريق ديالى بدأ يغير، يعني أخرج اللاعبين خصوصا اللاعبين المحترفين وبدأ يشرك اللاعبين البدلاء لإراحتهم لقادم المباريات. وديالى عند الأمل تنافس. المرحلة الثانية قد تكون هي مرحلة قلب التوقعات بالنسبة لكل الفرق خصوصا المتصدرة. عملية الهجوم الآن بلدية البصرة، تمريرة داخل خارج المنطقة وبذكاء حلوة لمؤمن رؤوف يسجل هدف جميل. 29-14 ديالى والتقدم على بلدية البصرة. حسن صلاح إلى رائد عبد زيد. محاولة المرور. عملية الدخول من قبل لاعبي فريق ديالى. ممكن ويسجل حسين أحمد. حسين أحمد 30-14. نشهد نتيجة كبيرة خلال هذا اللقاء تعود لمصلحة فريق بلدية البصرة. عملية التحضير، تدوير، هنا عملية الدخول والتصويب والتسجيل حلوة من
مؤمل رؤوف، مؤمل رؤوف، وهنا تصويب وهدف جديد لفريق ديالى. الله الله على سرعة الأداء من قبل لاعبي الفريقين وسرعة التسجيل. 31-15، 31-15، سرعة في الأداء. محمد محسن اشترك، واحد من اللاعبين الشباب، اللاعبين الصغار، وهنا محاولة وهدف جميل لفريق بلدية البصر. هدف جميل لفريق بلدية البصر. 31-16. سيان أحمد عيد إلى محمد محمود. حسن صلاح لاعبي فريق ديالى. رائد عبد الزيد. محمد محمود. حسن صلاح. كرة يتناقل لاعبي فريق نادي ديالى وتصدي ممتاز. حلو التصدي لحارس المرمى رضا محسن، حارس المرمى لفريق بلدية البصرة. تصدي أكثر من رائع، لكن يبدو لي القرار يأتي لوجود رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لفريق ديالى. سيان أحمد بمواجهة رضا محسن حارس المرمى لفريق بلدية البصرة. هل سيسجل؟ هل سيضاعف النتيجة؟ سيان أحمد، تصويب وتسجيل من حسين أحمد. سيان أحمد. 32-16 لبلدية البصرة. مؤمل، محاولة تستمر، خطأ لصالح بلدية البصرة، لكن استخلاص ممتاز عن طريق محمد محمود والفاست بريك وهدف جديد لفريق ديالى في مرمى بلدية البصرة. استغلال خروج الحارس منتظر. فريق بلدية البصرة 33 16. إذا ننتظر، هل يكون هناك طلب الوقت المستقطع قبل المدرب مخلص عبد الستار مدرب فريق بلدية البصرة. إذا نعود لأجواء المباراة والشوط الثاني لهذا اللقاء بعد أن طلب المدرب مخلص عبد الستار مدرب بلدية البصرة التايم أوت. يحاول ترتيب أوراق فريقه، لكن الأمور تبدو لي صعبة جدا. النتيجة 33 مقابل 16
هنا عملية دخول وتسجيل، لكن تدخل ممتاز من حارس المرمى إبراهيم وحيد حارس المرمى لفريق ديالى. هجوم الآن لديالى، عملية التصويب والقائم الأيسر والمتابعة موجودة، وهدف لفريق ديالى، وهدف لفريق ديالى. 34 هدف لفريق ديالى. محاولة تستمر. رمية 9 أمتار لمصلحة فريق بلدية البصرة. هجوم الآن مع التغييرات لمخلص عبد الستار. هنا المتابعة مرة أولى والثاني، والحارس تصدي ممتاز. حدثنا عن حراس مرمى فريق ديالى ممتازين جدا. محاولة الهجوم ديالى، دخول وتصويب وتسجيل حلوة لعلي عبد المنعم. 35-16 فارق 14 أو 19 هدف عذرا. فارق 19 هدف، فارق كبير لديالى على حساب بلدية البصرة. عملية الهجوم الآن بلدية البصرة في محاولة للتصويب والدخول على المرمى. حاول محمد باقر لكن الحارس، واعتقد رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لفريق بلدية البصرة. رمية 7 أمتار لفريق بلدية البصرة. مؤمل رؤوف، مؤمل يحاول تسجيل، وبالفعل ينجح مؤمل رؤوف. يضع الحارس إبراهيم وحيد على اليسار ويسجل على اليمين اللاعب مؤمل رؤوف لاعب فريق بلدية البصرة. 17 35-17. مخلص عبد الستار والتوجيهات. محاولة لديالى، يحاول فريق ديالى. إذن خطأ ورمية 9 أمتار لصالح فريق ديالى. تستمر المباراة. دخلنا في ال10 دقائق الأخيرة من عمر المباراة، ولا زال تقدم لديالى ب 35 مقابل 16. هنا عملية الهجوم لمصلحة فريق ديالى، وهدف هدف هدف لفريق ديالى بطريقة ذكية ممتازة. 36 17 36-17 لصالح ديالى على حساب بلدية البصرة. ينفذ الخط. لبلدية البصرة عملية الدخول. هنا التصويب وهدف لبلدية البصرة. هدف لبلدية البصرة، هدف 18. ستة 36-18 أصبحت النتيجة، وهنا هدف عن طريق اللاعب حسن صلاح. 37 محاولة الهجوم الآن لبلدية البصرة. 37-18. مرتضى عمران. تقريبا الامور حسمت والامر انتهى بالنسبه لفريق ديالى. تحقيق انتصار جديد هذه المره على فريق البلديه. خطف الكره بشكل ممتاز. عمليه الهجوم الان ممكن يسجل والمرمى خالي. هدف 38. حسين احمد محمد محسن اللاعب اللي اشترك وغادر.
خلال التدوير بالنسبه للاعبين المدرب مخلص عبد الستار، لكن رغم التدوير اللاعبين، رغم التغييرات، رغم الاداء اللي بعض الشيء كان جيد في الشوط الثاني بالنسبه لفريق بلديه البصره، لكن يتفاجئ بهذه النتيجه 38-18 فارق 20 هدف. هجوم الان جاسم حيدر، تصويبه قويه، حارس المرمى يتصدى، حلوه لابراهيم وحيد حارس المرمى لفريق دياله. محاوله فريق بلديه البصره على مرمى فريق دياله. علي عبد المنعم تعود من جديد، اقرب لجاسم حيدر، جاسم يمرر لعقيل جاسم، جاسم حيدر تعود من جديد الى عباس حسين. فريق بلديه البصره لا زال يحتفظ بالكره امام دفاع صلب للاعبي فريق دياله. عدم ترك المساحات والفرصه لفريق بلديه البصره. مضاعفه النتيجه هنا، خطا لدياله ينفذ بشكل سريع وهدف. يشاهد القرار اعاده لعمليه التنفيذ. تبقى المحاوله لفريق دياله. حسين احمد، محمد محمود غير لعب هناك للجهه اليمنى، اقرب لاربعه اللاعب حسن صلاح يحاول فريق دياله. محمد محمود هناك على الساعد الايمن لفريق دياله، وهنا هدف لفريق دياله، هدف لصالح دياله، هدف لدياله 39-18. على بعد 5 دقائق لنهايه المباراه. محاولة الهجوم الآن لبلدية البصرة، تصدي ممتاز من حارس المرمى واستخلاص من علي، وعملية الهجوم لفريق دياله وهدف لدياله، هدف لدياله 40-18. 40 هدف مقابل 18 هدف لفريق بلدية البصرة. سيدفع بمحمد محسن المدرب مخلص عبد الستار، ويخرج عقيل جاسم. عباس حسين للوسط، لاحظ الاخطاء، لاحظ الاهداف لدياله في مرمى بلديه البصره، ويستغلها حسن صلاح ومن فوق الحارس يسجل لفريق دياله. 41 توقف عند ال 18 هدف فريق بلديه البصره، توقف عند ال 18 هدف فريق بلديه البصره. 41-18 في ملعبه امام جماهير فريق دياله. انتصار جديد، الجوله الثانيه من المرحله الثانيه لدوري النخبه العراقي لكره اليد. وهنا رميه 7 أمتار، رميه 7 أمتار. مؤمل رؤوف، مؤمل هل يستطيع التسجيل ام سيكون راي لابراهيم وحيد؟ ابراهيم وحيد ومؤمل، ويسجل مؤمل، يسجل مؤمل. الهدف 19 لفريق بلديه البصره. 19 او 41 19. محمد محمود، حسن صلاح، حسن، محمد محمود، كرات يتناقل لاعبي فريق دياله. ولاحظ الله الله الله، لكن في اللحظه الاخيره حارس المرمى رضا محسن يتألق في هذه اللقطه، لكن المتابعه موجوده. وهدف، وهدف محمد محمود بطريقه ذكيه، يلعب الكره من تحت الحارس، لكن الحارس
يستخلصها، وبعد ذلك عادت وسجل فريق ديالى هدف جديد. 42 لديالى. مؤمل رؤوف، خطأ لصالح بلدية البصرة. عملية الفاست بريك الآن، ممكن أوه، هدف جديد لديالى. 43 19 43 19. عادت لفريق بلدية البصرة. عملية الهجوم، ضاعت. تمريرة كانت بشكل جيد، عقيل جاسم لم يستغلها، لكن من يستغل الأخطاء، من يستغل الأداء لبلدية البصرة هو لاعبي فريق ديالى. والهدف 44 19 على بعد دقيقة ونصف الدقيقة. وهنا عملية الهجوم لمصلحة فريق بلدية البصرة. محاولة لبلدية البصرة، قرار محاولة الهجوم الآن. عادت لبلدية البصرة. لاعب فريق بلدية البصرة، وهنا التصويب القوي. حلوة كانت من لاعب مرتضى عمران. هدف 20 44 20، فارق 24 هدف لديالى على حساب بلدية البصرة. هنا خطأ ورمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار. محاولة، ممكن الدخول والتصويب والتسجيل، وبالفعل ينجح فريق ديالى. 45 20. وهنا فريق بلدية البصرة هل يسجل؟ وهدف لفريق بلدية البصرة. 45 21 لديالى. لاحظ الدقيقة الأخيرة أو الثواني الأخيرة، إثارة موجودة. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا ومتابعينا، تصافر نهاية المباراة بفوز ديالى ب 45 هدف مقابل 21 هدف لبلدية البصرة. الشوط الثاني كان جيد ممتاز من جانب الفريقين، لكن الفريق ديالى يحسم نتيجة هذه المباراة لصالحه، وبالتالي نقاط جديدة لفريق ديالى وانتصار جديد لفريق ديالى. مبروك لديالى، هارد لك لفريق بلدية البصرة، وحظ أوفر في المباريات القادمة. نلقاكم في موعد جديد. تقبلوا التحيات من معلق المباراة جمال الدراج.